في الفيديو ده هنعمل مع بعض أفكار جميلة وسهلة قوي من إعادة تدوير قشر الفستق. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. قبل ما نبدأ ما تنسوش تدعموني وتشتركوا في القناة علشان نوصل مع بعض ل1000 مشترك بإذن الله. مراية الشموسة الجميلة دي من قشر الفستق، تعالوا نشوف عملناها ازاي. هنجيب قشر الفستق وهنحتاج كمان عصيان خافض لسان. هنثبت قشر الفستق بالشكل ده على العصاية، واحدة فوق بعدين واحدة يمين وواحدة شمال، وهلزق تحتهم كمان مرتين. هتبقى بالشكل ده كده. هعمل واحدة كمان معاكم بنفس الطريقة. بعد كده بقى هنقص الزيادة اللي في العصيان دي، وده كده بقى شكلها. هنعمل بقى بنفس الطريقة دي العدد اللي احنا محتاجينه. العدد هيكون على حسب حجم المراية اللي انتوا هتستخدموها. انا احتاجت 11 عشان المراية بتاعتي كانت صغيرة. بعد كده هجيب دايرة من الكرتون بنفس مقاس المراية اللي هستخدمها. هبدأ ألزق عليها العصيان بالشكل ده، وهكمل لزق كده وهرصهم جنب بعض لحد ما نخلص الدايرة كلها. وده كده شكلها بعد ما لزقتهم. هقلبها بقى على ظهرها، وهجيب دايرة تانية من الكرتون وهلزقها عليهم عشان تثبتهم اكتر. وهنعمل علقة بخيط وهنثبت عليه قطعة قماش. ممكن تسيبوها كده وتلزقوا المراية على طول. انا حبيت اغير لونها فهرشها بسبراي ذهبي. وده كده شكلها بعد ما رشيتها. هلزق بقى المراية وبس كده بقت جاهزة. هشيل الورقة اللي على المراية دي واتفرجوا بقى على جمالها. شكلها جميل جدا ومميز، لازم تجربوها. فكرة السنبلة دي بسيطة وسهلة قوي. تعالوا نعملها مع بعض من قشر الفستق. هجيب قشر الفستق وهحتاج كمان عصاية شيش. هبدأ احط شمع عليها من فوق كده وهلزق واحدة عليها، بعدين هلزق التانية في وشها كده. بعد كده هلزق واحدة في النص بين كل اتنين بالشكل ده. وهفضل اكرر الخطوات كده لحد ما نوصل للطول اللي احنا عايزينه. ده كده شكلها بعد ما خلصت. انا عملت بقى 2 كمان زيها بالظبط، وبس كده بقوا جاهزين. حطوهم بقى في اي فازة عندكم. بقى شكلها جميل ومميز، جربوها تعجبكم. لو وصلتوا لحد هنا من الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد هعمله باذن الله.